السلام عليكم ورحمة الله إخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما قلت لكم أنا ما كنبغيش نهضر في هذا الشيء بعيد عليا، ما كنبغيش كاع. ولكن شوفوا واحد شنو كاتب لي في واحد التعليق. كاتب لي السنة النبوية ما كيناش، وأحاديث المسيح الدجال ما كيناش، وكتكذبوا على الناس تا شكون كيكذب؟ أنا ما فهمتش. اش كتقول لي أنا كتكذبوا؟ ما فهمتش. ترى حديث هذاك صحيح رواه البخاري ومسلم. دابا عرفتي، دابا شوف الشبهه ديالكم راه ضعيفه. علاش كنقول لكم قراو؟ نتمنى انكم تقراو. قرا مزيان. عمر راسك بالعلم. راه الجهل راه مصيبه، راه اكبر مصيبه قد يصاب بها الشخص هو الجهل. سير قرا. دابا واخا هذوك احاديث كلها ما كيناش خرافات. طيب حنا غنخليو الاحاديث اللي بالاسناد الصحيح، انا نجاوبك بالعقل ونصدق اقوال الفلاسفه اللي علاش انا ما نقول لك انا اخويا داكشي خرافات ديال اليونان، النرجسي وا كلشي داكشي خرافات. عندك اخويا شي سند صحيح كيأكد هاد الاقوال هادي؟ هذاك السند اللي غتجيب غنجيبو لك انا في الحديث واصح منه. دابا انت واش واش دابا انت كتستوعب شنو كتقول ملي كتبقى تلوح هاد الشبهات؟ كتستوعب؟ يعني مثلا انا نخدم عقلي دابا. حديث ديال المسيح الدجال رواه البخاري، اتفق او ملايين ديال العلماء على صحته. جيتي انت ما عالم، ما باحث، ما مفسر، ما عندك والو، كتقول ضعيف. ودابا العقل ديالي انا عقلي اللي بغيت نخدمه، واش غنتبع الاقوال ديالك انت ولا الاقوال ديال الملايين اللي كيقولوا هذا الحديث صحيح؟ طيب ملي غنجي انا غنخدم عقلي وغنبدا نقرا مثلا في مصطلح ديال الحديث، انا نخدم عقلي وغنبدا نشوف ان هذوك العلماء ديال الحديث ادق التفاصيل ما كيفلتوا والو. حتى شي حاجه لا تمر عليهم، ادق التفاصيل. حتى انه في واحد الحديث محمد بن الحنفيه ان عمارا قال مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر عن محمد بن الحنفيه عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. في الاول قال لك لا، شو علماء الحديث قال هذا الحديث ان اذا هو منقطع. فاش عن محمد بن الحنفيه عاد قالوا الحديث متصل. شي على دقه. عطيك انا غير تاني باش تعرف هذا العلم راه كبير عليك وصعيب وكبير عليا انا وعليك وعلى بزاف. راه صعيب 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 صعيب. عاد دابا عطيك انا غير واحد الراوي في البخاري، عبيد الله بن الاخنس. هذا الراوي في واحد الحديث في البخاري قال الحافظ ابن حجر ثقة، قال ابن حبان يخطئ. وفي التقريب قال الحافظ عبد الله بن الأخنس أو عبيد الله بن الأخنس صدوق يخطئ. شوش قالوا العلماء؟ قالوا لأنه ضبط هذا الحديث ولم يضبط الآخر. الحديث اللي ضبطه قالوا ثقة، واللي ما ضبطوش قالوا يعني يقدر يكون كيضبط هنا أكثر من هنايا. يعني راه حتى ذاك الحكم على الحديث عندهم متبحرين في العلم. راه ما كتجيش شي حاجه وكدو. راه شي ملي كيقول الراوي قال عن ان حدثنا اخبرنا انبانا، راه كل كلمه عندها معاني. عندك يحسب لك هذاك الشيء راه كيدوزها هكا. اي كلمه تقال راه عندها معاني. شي غير راوي الا قالوا يكذب، الا قالوا متروك الحديث، الا قالوا صدوق، الا قالوا ثقه، الا قالوا ضابط، الا قالوا اي كلمه راه عندها معاني ديالها. علاش كنقول لك قرا؟ قرا مزيان. عاد جي بدات تلوح الشبهه. انت ما كتقرا ما والو، انت ببغاء كتسمع وكتلوح، كتسمع وكتجي تقول، كتسمع. انت خاصك تقرا. هادشي دابا انا اللي كنقول لك كنقرا انا في الكتب. انا ملي كنسمع الشبهات ديالكم الضعيفه والهزيله، حيت دابا الا جينا حنا نتبعوا الهضره ديالكم راه صافي راه غنوليو عايشين بحال شي غابه، ما يبقى والو. ما شنو هو اللي غادي يولي اثرنا الا تبعنا الهضره ديالكم؟ وصدق الله حينما قال في كتابه العزيز: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. شوف سبحان الله. يعني لو اتبع الحق اهواء هؤلاء، الحق هنا شوف غير هذا الكلمة اختلف المفسرون، زعما منهم من يقول الحق ضد الباطل، لكن معظمهم الحق هو الله عز وجل. ماشي اقوال ديال المفسرين. باش تعرف هذا العلم راه بزاف صعيب عليك وبزاف. الحق هنا هو يعني لو اتبع الله اهواء الناس، كل واحد هذا يشرق. انت كتكون في دار وهذا باغي يشعل التلفاز وهذا باغي يشعل الراديو وهذا قال لك لا ندير هذه، غير في بيت واحد فيه 5 ناس وكتنوض روينه كيختلفوا. صعيب باش يتفقوا، فما بالك بالسماوات والارض. الى الله عز وجل تابع الاهواء ديال الناس كل شيء غيفسد.
كل واحد يقول لك اخويا لا انا بغيت هذه، والاخر يقول لك لا انا بغيت هذه، يقول لك لا اخويا انا بغيت، وصافي وتنوض الروينه. واش فهمتي دابا؟ السلام عليكم ورحمه الله.